يعد أيضا يناير أو ليلة يناير مناسبة احتفالية هامة لسكان شمال أفريقيا، ومنهم المغاربة، على حلول عام أمازيغي جديد يتزامن مع اليوم 13 من كل عام ميلادي. يصادف هذا العام الجديد مرور 2975 على بداية الاحتفال بهذه الذكرى. ويعود تاريخ الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى العصور القديمة، وهو متجذر في الثقافة والتراث الأمازيغي ومرتبط بالأرض التي يعيشون عليها. ويعود تاريخ الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى العصور القديمة، وهو متجذر في الثقافة والتراث الأمازيغي ومرتبط بالأرض التي يعيشون عليها. فعلى عكس التقويمين الميلادي والهجري المرتبطين بالحدث الديني، فإن التقويم الأمازيغي الذي يعد من أقدم التقويمات التي استعملها الإنسان على مر العصور مرتبط بحدث تاريخي استعمله الأمازيغيون منذ 950 قبل الميلاد. تختلف الروايات بشأن أصول تاريخ الاحتفال بين من يربطه بالحدث التاريخي وبين من يربطه بالأرض وبالثقافة الخاصة بالأمازيغ. ويرى بعض المؤرخين أن الاحتفال بالسنة الأمازيغية هي مناسبة لتخليد انتصار الملك شيشونغ على رمسيس الثالث الفرعوني في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، فيما يرى البعض الآخر أن الاحتفال فيه رمزية الاحتفال بالأرض والفلاحة، ويعبر عن التفاؤل بسن خير ووفرة على الفلاحين، حيث يعتبر الأمازيغ أن من يحتفل بالسنة الأمازيغية سيحظى بسنة سعيدة وناجحة. ويكتسي الاحتفال بالسنة الأمازيغية في شمال إفريقيا عامة والمغرب خاصة أهمية إضافية في السنوات الأخيرة كوسيلة للحفاظ على الهوية الأمازيغية، خاصة بعد إقرار الدستور المغربي الأمازيغية لغة رسمية ومناسبة راس السنة الأمازيغية عطلة رسمية أيضا، ويتم إحياؤه بطقوس متميزة وأهازيج غنائية وعادات تعكس ثقافة شعوب شمال إفريقيا عامة والشعب المغربي خاصة. إسكاس إيفولكين